الفولورز الأصنام عندك هن السبب الأساسي لعدم وصول منشورك. الحل هو حذفهم، اعمل لهم انفولو واعمل ديليت للفولو تبعهم. يعني خليني أحكيها دغري، مش كل فولور عندك هو قيمة مضافة. في فولورز لازم ينشالوا لأنهم ببساطة هن السبب إنه منشوراتك ما عم توصل. الألغوريثم أو الخوارزميات تشتغل بطريقة واضحة. بتجرب أول شيء تبعت محتواك لعين صغير من الأودينس تبعك. إذا هالعين تفاعلت من خلال لايك كومنت شير وسيف، المنشور بيوصل للناس أكتر. بس إذا تجاهلوه المنشور بيندفن. والألغوريثم بيفترض إنه المحتوى ما إله ريليفنس. ومين هالعين اللي دايما عم بتخرب هالشي؟ هن الفولورز يلي ما بيتفاعلوا، ما بيفتحوا الريلز، بيفتحوا الستوري وبيسكروا دغري، حسابات وهمية أو من زمان مش ناشطة، أو أصلا ما خصهم بالمحتوى يلي أنت عم تقدمه. هيدول عم يوصل لهم المحتوى بس ما عم يعملوا شي، وهيدا الشي بيبعت ساينز سلبية للألغوريثم وبيخلي انستغرام يعاقبك بلا ما تنتبه. شو الحل؟ ببساطة كل أسبوع فوت شوف مين من متابعينك فعليا عم يتفاعل، احذف أو اعمل بلوك مؤقت للحسابات الخاملة أو الغريبة. ركز إنه يكون جمهورك فعليا مهتم مش بس رقم. كرر هالعملية كل أسبوع أو أسبوعين، هيك بتساعد الخوارزمية تعيد تصنيفك وبترجع منشوراتك توصل للناس أكتر، والناس بتتفاعل معها أكتر. وشوف الريتش كيف رح يزيد، مش لأنه المحتوى تغير بل لأنه الأودينس تغير.